السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نذكر الله ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم في كل مكان، تحياتي لكل اخواتي في كل مكان، المشتركين والمتابعين في القناة، كل حبايبنا، كل اللي بيتفرج على الفيديو، كل عام اللي بيشجعونا. لو انت أول مرة تشوف الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك. تحياتي لكل اخواتي اللي مشجعينا في القناة والمتابعين من كل مكان، حبايبنا في كل مكان، أبطال غيث الحمام وجميع الطيور والمشاريع والأرانب. يعني حاجة النهاردة، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة مفيدة جدا لنا، يعني حاجة لازم نستفيدها في المشروع بتاعنا. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة بتغنينا عن أي حاجة وحشة تيجي للطير بتاعنا، لجميع الطيور. جبت لكم هدية النهاردة، هدية بسم الله ما شاء الله، مضاد للسموم، النشط الكبدي طبيعي 100%. هنتكلم عن أسباب السموم النهاردة اللي في الجسم، ومنشط الكبد حاجة طبيعية إن شاء الله 100%. هنستخدمه 3 أيام كل شهر. دي تخلي المشروع بتاعنا والغاية بتاعتنا بسم الله ما شاء الله حاجة 100. تخلي الطير زي ما انتم شايفينها بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي، حاجة الله أكبر. أيوة، حاجة احنا ماشيين كل حاجة طبيعية وبالأعشاب، وحاجة من عندنا، حاجة الأعشاب لا يعلى عليها، أحسن ولا تروح صيدلية ولا تجيب حاجة بيطرية خالص، حاجة طبيعية. أسباب التسمم اللي في الطائر ممكن يكون من العلف أو تلوث من السقايات، في فران، في حاجة في الزرق بتاعهم، لازم يكون في تلوث بيجي عن كده، الزرق بتاع الطير. يعني الأعراض بتبقى ازاي؟ بتلاقي الفرد كده واقف كسلان، بينهج، يبقى عنده يعني دي تسمم في الدم. وتلاقي الزرق بتاعه الحمام يعني بيكون أزرق جامد، أزرق وأسود. يعني بتلاقي الزرق بتاع الحمام أزرق وأسود، دي بيبقى تسمم في الدم. دي احنا جبنا لكم بقى ايه؟ مضاد للسموم، حاجة بسم الله ما شاء الله. ولو الحمام كسلان تلاقيه واقف على جنب، بينهج، يبقى كده ايه؟ في حاجة لازم ايه؟ نشوفها ونعالجها. بسم الله ما شاء الله، الحمام اهو شغال كله اهو، بيجهز عش. يعني شغل الاعشاب بتاعتنا بيلحم العش في العش، حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة مضاد سموم طبيعي اورجانيك. هنجيب خل تفاح وعسل اسود اهو، دي خل تفاح اللي هو 5% اللي هو عندنا في البيت، دي الخل الطبيعي اللي هو في البيت، او خل تفاح اهو، والعسل الاسود. هما الحاجتين دول مضاد للسموم طبيعي 100%، حاجة اورجانيك طبيعية لا يعلى عليها، ولا هنجيب حاجة من الصيدلية ولا اي حاجة من البيت، من عندك انت من البيت. انا بجيب لكم كل حاجة، كل حاجة رخيصة وحاجة مفيدة للطير، وحاجة من عندنا احنا. الخل الطبيعي، الخل اللي هو بتاعنا، او خل تفاح وعسل اسود. بسم الله ما شاء الله. تجيب رتل ميه، وهنحط 20 سنتي خل، 20 سنتي خل على 30 سنتي عسل اسود على رتل الميه، وتربهم كويس، تربهم في الازازه، وترب العسل والخل على رتل الميه كويس في الازازه. دي غسول طبيعي 100%. كده يبقى عندك مضاد سموم طبيعي اورجانيك ومنشط كبدي. تستخدمه ازاي؟ زي ما قلت لكم في اول فيديو، 3 ايام من كل شهر، غني جدا وطبيعي، وحاجه بسم الله ما شاء الله. هتلاقي فرد الحمام يعني الله اكبر عليه، مش محتاج اي حاجه. ويبقى عينك اول ما تخش على الحاجه تسمي الله، تقول بسم الله بسم الله ما شاء الله، حاجه تصلي على النبي، الصلاه على النبي بتزيد بركه. كل ما تشوف، وكل حبايبنا في كل مكان، والأول مرة تشوف الفيديو اشترك لنا في القناة ويصلك كل يوم جديد بأمر الله، فيديو جديد لجميع الطيور والدواجن والحمام والأرانب. بس احنا راضيين دلوقتي عن الحمام، الغية بتاعتنا ومشروعنا. كل اخواتي يشجعوني في كل مكان. انت كده حطيت على رتل المية
20 سنتي خل و30 سنتي عسل اسود على رتم الميه وترجهم كويس. يبقى عندك ايه زي ما قلت لكم غسول طبيعي 100 ومضاد للسموم. حاجه بسم الله ما شاء الله. عندك هي بتخلي الحمام بسم الله ما شاء الله. بص كله بيلحم عيش في العيش. هتلاقي الحمام بينهج ولا حاجة، يبقى انت ايه، يبقى في حاجة عندك في الطير، هتلاقي في تسمم في حاجة، يبقى انت عينك على الحاجة بتاعتك على مشروعك. يبقى ايه عينك في الحاجة بتاعتك. ماشي. يبقى احنا كده ايه ماشيين واحدة واحدة. اول ما تلاقي فرد الحمام كده واقف على جنب وبينهج جامد ومش عارف ياخد نفسه وفاتح بقه، يبقى دي في مشكلة عنده مشكلة في الكبد، يبقى مضاد سموم. هو بتلاقي فرد الحمام كويس كل حاجة بس ايه بينهج على طول. سليم. هنستعمل ديت ازاي؟ ممكن تستعملها في بق الفرد على طول. لو انت مثلا عندك عيون والحمام عندك عيون او سايب، هتستعمله في بق الفرد او في السقاية. تمسك فرد الحمام وتديله 10 سنتي في بق الفرد على طول. سليم. هتدي جماعي، هتروح حاطه في السقاية الرتل ديت على 4 رتل مية. انت الرتل دوت هو ده اصلا محلول متحلل اهوت، هتعمله على السقاية 4 رتل. السقاية اللي موجودة هنا معايا ديت 4 رتل. سليم. تكون انت ايه مدربه كويس وربه كويس في الازازة. يبقى انت عندك المضاد السموم دوت ممكن تديه في فم الطير او جماعي. حاجة مية مية. هتحطه في السقاية. متنسانيش بالدعاء والاشتراك في القناة ولايك عشان كله يستفيد. هيخلي الحمام كله نشط وحيوية، ولا كسلان ولا تعبان، وهيخلي المشروع بتاعك مية مية. مشروع الطيور الدواجن الأرانب. يعني ممكن في حاجة تانية برضه نسيت أقول لكم عليها. حاجة تانية ديت ممكن تحط خميرة على العسل الأسود. يعني أنت ممكن تحط خميرة على العسل الأسود، حلوة جدا. وعسل وليمون برضو حاجة طبيعية وجميلة. أنا كنت عامل فيديو قبل كده بالعسل والليمون. بسم الله ما شاء الله. حاجة من البيت أورجانيك من عندك. بتساعد الزغاليل على النمو السريع. بتساعد الزغاليل اللي هي الصغيرة على النمو. لما تيجي الأهالي يأكلوهم الكلفة بتبان عليهم على طول. يكون عندك الكلفة نضيفة وبعيدها عن الرطوبة. يبعد الكلفة عن الرطوبة والنظافة. أهم حاجة الأكلات والسقاية تكون حاجة نظيفة. وفي حاجة برضو جميلة جدا، حاجة برضو من عندنا من البيت، هدية من عند ربنا. الهدية دي لكل إخواتي. يعني دي برضو حاجة بسيطة خالص، حاجة من عند ربنا. البقدونس ده مضاد كلوي ورافع مناعة قوية. البقدونس انا يعني الفيديو اهو جبت لكم كذا حاجة. البقدونس والخل والعسل الاسود. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. تعالى نعملهم مع بعض قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني اهو كل اخواتي. هنحط اهو 20 سنتي خل. معكش سرنجة، معلقتين اللي هم بتوع الاكل دول، المعلقة الكبيرة بتاعت الاكل. هبص مقدار معلقتين اهو. ادي الخل على المية وادي العسل. حاجة بسم الله ما شاء الله. ادي الخل والعسل وترجه كويس. حاجة عملي مش هتكلفنا اي حاجة. يبقى احنا كده عملنا مضاد سموم. عملنا مضاد سموم من عندنا من البيت. عسل وخل. ما عندكش خل من دوت يبقى خل تفاح. ما عندكش خل تفاح يبقى الخل بتاع البيت اللي احنا بنستعمله في البيت. حتى لو احنا تلاحظ احنا جايبينه في البيت ليه، ما يكون مثلا عايز مثلا في فراخ بتنضفها الجماعه في البيت، سمك فراخ لحمه، بيحطوا عليها شويه خل. الخل دي بيقضي على اي سموم. حاجه بسم الله ما شاء الله. عملناها مع بعض. تعال نعملها سوا. ادي السقايه.
فيها مع بعض. كل حاجة بعملها معاكم عملي اهيت، وحاجة من عندنا من البيت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل اخواتي شجعوني واشتركوا في القناة ولايك، عشان كل يوم انا اعمل لكم فيديو جديد. تعالوا نحطها مع بعض للحمام. ادي احنا حطينا اهوت، وكنت معطش حتى تلاحظوا طول الفيديو ما كانش السقايه محطوطه. بص ايوه عايزين نشرب، انا معطش قبلها بفتره. حاجه الله اكبر. وتخلي عندك الطير والمشروع بتاعك مية مية، مفهوش اي حاجه، مفيش اي حاجه عندك في الطير. ولازم في دخول الصيف دوت نستعد كل حاجه نعملها اول باول، عشان مفيش لا قدر الله اي حاجه تيجي في الطير بتاعي، لا قدر الله جدري اي حاجه مضاد سموم. الحاجه دي بتيجي في الصيف، يعني حاجه هيت من عندنا، حاجه طبيعيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، ما اطول عليكم اهو. كل اخواتي ما تنسونيش بالدعاء، وتشتركوا لي في القناه ولايك. لو انت اول مره تشوف الفيديو اشترك لي في القناه واعمل لايك، تشجعنا ونشجع بعض. وتحياتي لكل اخواتي في كل مكان. وفي اخر الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.